وهنتكلم عن لاعب ليفربول محمد صلاح واعتذاره لجماهير الليفر. ليفربول بيخسر امله الوحيد في التاهل دوري ابطال اوروبا، ورسميا ليفربول لاول مره من سنوات كتير مش هيلعب دوري الابطال وهيشارك في اليوروبا ليج. وده اللي خلى اللاعب المصري محمد صلاح يطلع يعتذر لجمهور ليفربول ويقول لهم ان احنا خذلناكم وخذلنا انفسنا باننا ما عرفناش نصعد لنهائيات دوري ابطال اوروبا او ما شاركناش في البطوله اصلا وهنشارك في اليوروبا ليج. اللاعب المصري محمد صلاح اعتذر للجمهور وقدر ان هو يسكنهم شويه، لان الجمهور كان عنده امال كبيره جدا ان هم يروحوا دوري ابطال اوروبا، لكن مانشستر يونايتد بيتاهل على حساب ليفربول وبياخد البطاقه الاخيره للتاهل هو ونيوكاسل. كده رسميا السنه الجايه اللي هيشارك في الدوري الانجليزي في دوري الابطال مانشستر سيتي رقم 1، رقم 2 الارسنال مع ارتيتا والانجاز اللي عمل معاهم، رقم 3 مع نيوكاسل، رقم 4 هو مانشستر يونايتد. وليفربول هيشارك في اليوروبا ليج، وده اللي خلى النجم محمد صلاح يعتذر لجمهور ليفربول ان هم ما صعدوش السنه دي وما راحوش دوري الابطال. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ونبقى ننزلوا دايما يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.